صباح الخير يا جماعة. احنا النهاردة في كلام بلا فزلكة مع مصطفى إبراهيم. هنتكلم على موضوع العملة والكلام اللي داير على نقص العملة، وإن أغلب الكلام إن نقص العملة ده نتيجة الاستيراد. هل دي حقيقة ولا لأ؟ وهل الكلام ده فيه مصداقية ولا لأ؟ طيب تعال نبص على الأرقام ونتكلم ونشوف إيه المشكلة فعليا. ابقوا معانا في اقتصاد بلا فزلكة. احنا رجعنا لكم تاني دلوقتي، هنتكلم بقى في بعض الارقام اللي تشوف مدلولها ومدلولها ايه عشان ناخد قرار الصح. بمعنى انه لما هتفهم اللي احنا هنتكلم فيه في الاخر هتفهم انا ليه بتكلم على موضوع الاستيراد والتصدير. اول حاجة مصر بتصدر بحوالي 30-35، الارقام متغيرة، وبتستورد بحوالي 60-65-70، برضو الارقام متغيره. النقطه الرئيسيه لازم نوضحها للمشاهد ان مصر بتستورد 50% من مدخلات الصناعه. مصر بتستورد 65% من مجمل الغذاء بتاعها. مصر 110 مليون شخص. طيب لما انا بكون بستورد، ناهيك عن الصناعات الاخرى والخامات الاخرى، بنستورد 50% من الصناعه، من مدخلات الصناعه، و65% من اكلي، ده في الاستيراد، وبستورد ب 70 مليار. اعتقد ان احنا بنستورد قليل. لو انت مسكت ارقام تانية، لو مسكت مثلا الامارات بتستورد ب 590 مليار دولار. تركيا بتستورد ب 385 مليار وبتصدر ب 254 مليار. هاخدك بقى ببلد تاني انا كنت عايش فيها، استراليا بتستورد وهم 25 مليون شخص ب 235 مليار دولار. 235 مليار دولار وبتصدر ب 220 مليار دولار. بلد فيها 25 مليون شخص. طيب هي ايه فين المشكله بقى دلوقتي؟ المشكله ان تملي الناس بقى في دماغها ان الاستيراد هو اللي عامل المشكله دي. احنا بنستورد قليل. احنا عندنا مشكله ان التصدير هو اللي وحش، مش الاستيراد هو اللي زايد، هو التصدير هو اللي قليل. ليه بنقول الكلمه دي توضيحيه؟ لانه لما بتعرف ايه المشكله العلاج بيختلف. لما انت كل شويه ما بنتكلم ان الاستيراد كتير والبلد بتستورد، فاسهل حاجه يوقف الاستيراد، زي ما حصل يعني كتجربه قبل كده او ما زالت هي مشكله البنك المركزي لما وقف الاستيراد على عمومه يعني. فالفكره لا، احنا ما بنستوردش كتير، احنا بنصدر قليل. فطب ايه الحل؟ الحل اللي احنا لازم نشوف احنا بنصدر قليل ليه. يعني احنا في بلاد كتيره اقل من بنجلاديش بتصدر بارقام بس في الملابس 22 و25 مليار في السنه. بنجلاديش، باكستان، الهند، يعني ارقام ودول حققت طفرات. وانت طبعا مش هتكلم معاك على النمور الاسيويه واللي حققته، وفيتنام اللي حققوه في مدد قصيره جدا. طيب ايه بقى الفكره؟ الفكره دلوقتي لما بنعرف ايه المشكله بنقرر هنحلها ازاي. فكره ان كل ما يحصل ازمه في الدولار نقول اصل الاستيراد كتير ولازم نوقفه ولازم، ده كلام اعتقد بيجانبه كثير من الصواب. لازم نبقى فاهمين ان المشكله عشان تتعادل لازم ان احنا نصدر اكتر. الدليل على كده مثلا ان احنا بقى لنا سنه ونص تقريبا الاستيراد فيه يعني متوقف. يبقى على الاقل ان احنا استوردنا مثلا، مش هقول النص، تلتين. يعني معنى كده ان احنا في السنه ونص دي وفرنا 45 مليار 60 مليار ما استوردناهمش. يعني في السنه ونص دول لو كنا بنستورد مثلا ب 150 مليار استوردنا ب 100، ففي 50 او 60 مليار ما جوش. طب مع ذلك ما انعكسش ده على السوق ليه؟ ان احنا لازم نشوف فكره التصدير مش الاستيراد. يعني مصر بحجمها وامكانياتها، زراعه وصناعه وخدمات والى اخره، اصدر ب 30-5، وبعد كده الرقم ده موجود بقاله معايا حوالي 10 سنين. يعني مش عارف اطلع فوقيه. يعني بنلعب في الملعب ده في الحته دي لمده 10 سنين. فهنا الفكره ايه كلها؟ ايه المشكله؟ هي مشكله تصدير مش استيراد. الاستيراد لو ضغطت عليه بيأثر على التصدير على فكره، وبيأثر على كل اوجه الحياه اللي موجوده. فانا لازم النهارده اوجه بعمليه التصدير، ويبقى في عندي خطه فعليه مع ناس متخصصه في عمليات التصدير. اصدر ايه والمين وفين. ما تقدرش تسيبها لمجهودات فرديه في الوجه اللي احنا فيه. يعني الدول لازم تبقى فيه نوع من التيم وورك. انك انت تشتغلها لوحدك دي صعبه. يعني انا لما بسافر وافتح سوق بقى بتكلفني كمان.
يعني التكلفه دي ما هي. بعد كده كمان الحاجه العجيبه انه مثلا لما الدولار نزل، هناخد 2016 نزل من 7 8 جنيه ل 18 جنيه، ده ما انعكسش على التصدير، ما زادتش النسب بشكل ضخم. يعني انت النهارده لما تنزل عملتك من 8 ل 18 المفروض يبقى في طفره في التصدير، ما حصلتش. ليه؟ لان انت ما بتصدرش. الطفره دي تزيد ايه؟ لما يبقى انت بتصدر ب 10 اصدر ب 20. انما وحتى دلوقتي لما الدولار نزل بقى ب 30 وب 40 جنيه، لان الناس اللي بتصدر بتاخد الحصيله وبتبيعها او بتعيدها تاني، يعني مش كلهم طبعا. ففي الحاله دي برضو لما تمسك الارقام اللي نزلنا من 16 جنيه ل 30 و35 و40، ومع ذلك ما حصلش اي حاجه ملحوظه في عمل. يمكن في بعض الانشطه زادت شويه بتاع، لكن على مجمله لا. هي المفروض ان كان جزء كبير الناس بتتكلم فيه لما بتخفض عملتك بتستفيد في حاجتين: السياحه والتصدير. التصدير مفيش لغايه دلوقتي، الارقام اللي المعلنه ما بتقولش ان في طفره في التصدير. يعني لما العمله تنزل ل 40% من قيمتها، انت لازم التصدير عندك يزيد اضعاف. ما حصلش. طب هو ما حصلش ليه؟ هو ده السؤال اللي يتسال. يعني هو دي ما حصلتش ليه؟ لما انا النهارده كنت انت بتاخد الدولار ب 15 جنيه، هتاخد النهارده ب 30 او 40 جنيه، ليه مش قادر تنافس؟ هل هو الفكره كلها المصدرين محتفظين باسعارهم ما خفضوهاش عشان يستفيدوا بقى بالمبالغ الضخمه دي؟ هل هو نوع من انواع ان المصدرين راغبين ان هم يزودوا ارباحهم، ولا ان المحفزات اللي موجوده مش كفايه؟ لازم النهارده تتبحث. يعني يسال المصدر: هو انت ليه لما السعر ده نزل بال 40% من قيمته ما زودتش صادراتك؟ هو ده اللي يتسال. لكنك ان انت كل شويه هتقول لي الاستيراد ما هواش المسؤول عن الكلام ده. وانا بقول لك الكلام ده عن ارقام دول اخرى، او ارقام مجتمعات وارقام استهلاكات. فانت لما تيجي لانك انت لما بتقول الاستيراد هو السبب، فكان اسهل حاجه زي ما عمل البنك المركزي يقفل الاستيراد بس. لكن لو انت النهارده شايف ان المشكله الرئيسيه في قله الموارد الدولاريه اللي هي جزء كبير منها الصادرات، يبقى لازم تبص للصادرات وتسال المصدرين. يعني يا جماعه الدولار نزل من 16 جنيه ل 40 جنيه، فين ارتفاع حجم صادراتكم؟ يعني اي دوله بتنزل عملتها 10 15% بتلاقي الصادرات بتزيد، فما بالك لما تنزل 60%؟ فاعتقد ان الدوله لازم ورجال الاعمال لازم يقعدوا يفهمونا هو ليه الصادرات ما زادتش. يعني هنقول ممكن يكون هو يقول لك اصل انا مصاريفي زادت كام؟ 10 15 20%، ما زال عندك 40%. يعني المنتج انت بتشتريه من هنا بيزيد بس زاد قد ايه؟ مش ممكن، لان المرتبات ثابته، الايجارات ثابته، الحاجات دي كلها ثابته، عوامل كتيره ثابته. ممكن يكون بعض الخامات زادت اسعارها، لكن مش ممكن تساوي 60%. فلازم يجي بقى المصدر يفهمنا هو ليه بياخد النهارده او يعني في النهارده الدوله بتدي مكافآت تصديريه، ومع ذلك لسه ما زلنا بنواجه المشكله دي. لما بنتكلم على كده الغرض من الرساله دي ان احنا نفهم مشكلتنا، عشان لما نيجي نتعالج تشخيص المشكله نص العلاج. فانت لما تكون مشخص المشكله ان احنا عندنا مشكله استيراد، بتاخد اتجاه غلط تماما. الفتره اللي جايه دي اعتقد ان المصدرين والدوله لازم يشرحوا للناس كجزء، يعني انه ليه مع الانخفاض الشديد في العمله ما حصلش اي زيادات. ارجو ان ما كنتش طولت عليكم، ولو الحديث ده افادك باي حاجه ولو بسيطه ارجو نعمل شير ولايك، وعلى لقاء قريب مع اقتصاد بلا فزلكه.